وواحده من اهم التاسكس اللي بندور لها على حد دلوقتي هو النافيجيشن اكسبرت. مين هيجيب لنا المعلومات الاستخباراتيه علشان اهلا بيكم. مكملين مع بعض تصميم الخطه، البلاننج ستيج لرحله الهجره على الارض، بس المره دي بنشوفها بعيون الاداره، بنحلل كل موقف مع بعضنا ونشوف اداريا الكلام ده تفسيره ايه والمابينج بتاعه مع الاداره الحديثه اللي احنا عايشين بيها شكله ايه. لو ما شفتش الحلقه اللي فاتت عشان تكمل معانا عليها هتلاقيها في الاي فوق او هتلاقيها في الديسكريبشن تحت، ويلا بينا نكمل الرحله. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على التاسكس، على السكوب اوف وورك اللي محتاجين نعمله، على الاساينمنتس اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه محتاجينها ان هي تتنفذ جوه البلان بتاعتهم عشان نقدر نوصل للاوبجيكتيف، وهو الانتقال فيزيكالي من مكه الى المدينه. ولقينا مجموعه من التاسكس او سكوب اوف وورك متنوع محتاجينه يتعمل، فاحنا محتاجين حد يكون خبير في جمع الانتليجنس انفورميشن والمعلومات الاستخباراتيه عشان نقدر نحللها ونشوف الاحداث حوالينا ماشيه ازاي، وبالتالي نقدر معاها نحدد هل احنا محتاجين نعمل اي موديفيكيشن، اي ابديتس، اي فاين تيوننج على البلان ولا لا. التاسك الثانيه كانت بمنتهى البساطه خاصه بالفيزيكال ريسورسز. عندنا امداد غذائي لازم يحصل معانا، محتاجين اكل وشرب على مدار فتره معينه، فمحتاجين ريسورس، فدي تاسك ثانيه عايزين نسلمها لحد ويبقى هو اللي مسؤول عنها، يوفر لنا الاكل والشرب في مواعيد محدده بكرايتيريا محدده بسيكونس محدد كاحداث وهكذا. وعندنا تاسك ثالثه، التاسك الثالثه هي سيمبلي عمليه التمويه. احنا بنتكلم في بيئه صحراويه، وبالتالي اي حد بيمشي على الارض رجله بتعلم، وبالتالي اي حد يقدر يتتبع يتقصى خطواته، وبالتالي يقدر يعرف احنا رايحين فين. فمحتاجين تاسك تانية، اساينمنت تانية، سكوب اوف وورك تاني، حد يعمل لنا التمويه. يعني التمويه بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يداري الاثار ديا، يمحي الاثار ديا. فلو اي حد مشي وجاي لنا في المكان اللي احنا فيه او ماشي ورانا في الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه ما يلاقيش اثار خالص ويتوه مننا، او على الاقل يشتري لنا شويه وقت ويتعطل لغايه ما يعرف احنا اتجاهنا فين او رايح لفين. وواحده من اهم التاسكس اللي بندور لها على حد دلوقتي هو النافيجيشن اكسبرت. انا عايز حد يمثل الجي بي اس في الرحله. جي بي اس بمعنى ايه؟ احنا مش خبراء في الطريق، مش بس كده، واحنا مش عايزين نمشي في الطريق المعتاد علشان اكيد هيدوروا علينا فيه. فانا محتاجين نافيجيتور يكون عنده الاكسبيرينس الكافيه، خبير ملاحي عنده الاكسبيرينس الكافيه بالطرق والمسارات المختلفه عشان يقدر يوصلنا للديستنيشن بتاعتنا. دي اهم التاسك. وزي ما اتفقنا قبلها كمان كان في تاسك مهمه جدا وهي تاسك التمويه، ودي خلاص اتعين لها ريسورس واضح وهو سيدنا علي. طيب تعالوا بقى نشوف التاسكس دي، الريسورس اساينمنتس هتبقى ازاي. تعالوا نشوف الريسورس سelection كرايتيريا كانت ازاي. تعالوا نبدا بمين هيجيب لنا المعلومات الاستخباراتيه علشان يساعدنا في التحليل. يبقى عندنا احنا في السايت تحت في الاكسكيوشن فيز بتاعتنا، وقادر يعمل لنا ريبورتنج هو ايه اللي بيحصل من اهل مكه، علشان لو احنا محتاجين نفاين تيون البلان بتاعتنا، لو عايزين نعمل اي موديفيكيشن على البلان بتاعتنا نعملها على the latest updated version من الداتا والانفورميشن اللي تحت ايدينا، ما يبقاش معلوماتنا قديمه او متاخره عن الواقع اللي بيحصل دلوقتي. تم اختيار عبد الله ابن ابي بكر يكون هو المسؤول عن الموضوع دون رضي الله عنهما، هو اللي هيبقى مسؤول عن الموضوع دون، هو اللي هيتحرك جوه مكه، هيبدا يعمل لنا جاذرنج للداتا والانفورميشن، يجيب لنا انسايتس هو ايه اللي بيحصل، الناس بتتكلم عن ايه، تحركاتهم رايحه فين، بيعملوا ايه دلوقتي، الاكشنز بتاعتهم، انفعالاتهم شكلها ايه، فيبدا يدينا على قد ما نقدر داتا وانفورميشن تساعدنا في الاناليسيز كاننا شايفين الواقع بعينينا، وبالتالي نقدر نعمل ابديتس وقت ما نحتاج للبلان بتاعتنا، نقدر نعمل مانوفر بالبلان بتاعتنا وقت ما نحتاج. فده كان اول اساينمنت.
شخصيه شابه قادر يتحرك بسهوله، تحركه في وسط الناس مش هيكون غريب، قادر يتحرك وبسرعه وبخفه في اماكن مختلفه، وفي توقيت ما هنتكلم عن التوقيت ده بعدين هيبدا ياخد الابديتس دي كلها ويرفعها في شكل ريبورتنج لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه، علشان بالابديتد ريبورتس دي والداتا والانفورميشن دي يبداوا يعيدوا تحليل الموقف، ربما يحتاجوا ان هم ياخدوا خطوات مختلفه او يزودوا او يعدلوا في السكوب اوف وورك او في البلان بتاعتهم. فده كان اول اساينمنت، وعرفنا مين الريسورس اللي اساين ليه التاسك دي. التاسك الثانيه زي ما اتفقنا وهي الامداد الغذائي. احنا هنبقى محتاجين اكل وشرب، مش سهل علينا ان احنا ناخد كل الاكل والشرب يكون معانا، ولكن احنا هنبقى محتاجين امداد، حد يسبلاي لينا، ريسورس يسبلاي لينا الاكل والشرب خلال فتره زمنيه معينه وبتوقيتات معينه. مين الشخص دون؟ تم اختيار اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه تكون هي الريسورس اللي مسؤول عن امدادنا بالفيزيكال ريسورس دي او الاكل والشرب. بس هنا في معلومه صغيره جدا ومهمه جدا في اشمعنى الريسورس ده بالذات يبقى اساين ليه التاسك دي. الجميل ان كان في الفتره دي سيده اسماء بنت ابي بكر كانت في فتره حملها، وكانت تقريبا في الثلث الاخير من فتره الحمل بتاعتها، وده في حد ذاته اسلوب قوي جدا في التمويه. المسافة اللي هتمشيها السيدة أسماء لغاية ما توصل الأكل في المكان اللي هنتكلم عنه بعدين إن شاء الله تقريبا 8 كيلو متر. فتخيلوا معايا ريسورس بالكاركترستكس دي، بالكرايتيريا دي، هي سيدة حامل في الثلث الأخير من فترة الحمل بتاعتها تقريبا، وهي اللي بتشيل الأكل تتحرك بيه 8 كيلو عشان توصله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوصلوا لسيدنا ابو بكر رضي الله عنه. مين هيشك فيها؟ مين هيقول ان فعلا هي بتتحرك ورايحه بتساعد في البلان دي؟ بالكلام المنطقي لا، دي ابعد ما تكون كريسورس ينفع نعمل له اساينمنت للتاسك دي. بس خلوا بالكم احنا بنشتغل في انفايرمنت الريسك فيه عالي جدا، وبالتالي محتاجين خطوات تمويهيه وقرارات تمويهيه كتيره جدا. فكانت احد قرارات التمويه هنا اختيار السيده اسماء مع الكرايتيريا اللي تخصها، اللي بالعقل مش هتتناسب ابدا مع التاسك، ولكن استلمت التاسك دي كنوع من التمويه. عندها القدره ان هي تعمل كده، اكيد عندها القدره ان هي تعمل كده، ولكن اللي هيشوفها مش هيتخيل ومش هيتوقع ان هي تكون مشاركه as one of the resources جوه الخطه الرائعه اللي بتترسم دلوقتي. طيب التاسك الثالثه زي ما اتفقنا احنا محتاجين حد يساعدنا اكتر في التمويه. يعني يساعدنا اكتر في التمويه؟ زي ما اتفقنا احنا هنمشي على الارض، هيبقى في اثار للاقدام، اي حد ممكن يتبع الاثار دي يعرف احنا ماشيين فين ورايحين فين ومكاننا فين. طيب عايزين ده يتوه. تم اختيار عامر ابن فهيرة، وده كان مولى سيدنا ابو بكر وقتها، وهو اللي بيرعى الغنم لسيدنا ابو بكر رضي الله عنه. كان هو اللي مسؤول ان هو يرعى الغنم على مسارات الاقدام بتاعت مين؟ بتاعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتاعت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، بتاعت عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما، والسيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها. هو اللي هيمشي بالغنم او هيسوق الغنم، يمشي على المسارات بتاعتهم، وبالتالي اقدام الغنم هتضيع اقدام الناس اللي ماشيه قدامه ايا كان الريسورس اللي احنا بنتكلم عنه. وبالتالي احنا بنرفع درجه الصعوبه على مجلس اداره قريش ان هو يتتبع الخطوات بتاعتنا. واخيرا المشكله الكبيره، احنا محتاجين نافيجيتور اكسبرت، نافيجيشن اكسبرت. عايزين حد يكون اكسبرت في النافيجيشن، عايزين GPS، عايزين واحد عنده قدره على تحديد المسارات والدخول في مسارات غريبه غير معتاده، علشان احنا تاني شغالين في اندر ريسك عالي جدا، فبنحاول نتفادى اي حاجه تحطنا في الريسك. وتم اختيار ريسورس از كونسلتنت هيدفع له فلوس مقابل خدمه هيأديها، وهو عبد الله ابن أريقط. وهنا نقف قدام علامه استفهام كبيره جدا، ايه هي؟ عبد الله ابن أريقط مش مسلم، انتوا رايحين تستعينوا بحد مش على الاسلام. ايوه يس، ده هو الريسورس الخبير
ايوه هو مش شبهنا، هو مش مننا، جايز يكون هو كمان متناقض معانا دينيا، ولكن هو ده الانسب كاختيار. فاحنا بنختار بريسورس سelection كرايتيريا معينه، احنا مش بنختار اللي احنا عايزينه او اللي حابينه او اللي مستريحين له، او لا، مش هو ده ابدا المعيار الاساسي. احنا عايزين اكسبيرينس عاليه، احنا عايزين حد اكسبرت، عايزين اكسبرت جادجمنت بمعنى الكلمه، حد اديله التاسك ابقى مطمن ان هو هيديني الريزلت اللي انا محتاجها. وده كان الاساس في اختيار عبد الله ابن أريقط. كده تم تكوين فريق عمل كامل ومتكامل، وتوزيع الاساينمنتس وتوضيح كل اساينمنت على كل ريسورس منهم. يلا هنبدا بقى التنفيذ. هنبدا التنفيذ امتى؟ هنبدا التنفيذ بالليل. استنونا في الحلقه الجايه ونبدا نشوف مع بعض خطوات التنفيذ للخطه بعد ما اتحطت، والريسورس اساينمنتس اللي اتوزعت على كل ريسورس. شير الحلقه وشير الحكايه وشير البودكاست عشان نقدر نوصل الوعي لاكبر عدد ممكن حوالينا.